انت يا ترى بتقابليه هنا ولا بتقابليه فين ان شاء الله؟ في جنينه الاسماك. هو النونه اللي ببطنك. خلاص يا امي بقى، ما قلت لك ان هو متجوزين. متجوزين. وتعمل له دقه سمك وتسقيها له. شوف هيعترف بالنونه ولا هيعمل ايه؟ اما نشوف شغل الشوارع. السلام عليكم. خير يا شباب. وعليكم السلام ورحمه الله بعتيلي وتيجي وبركاته. مين دول؟ ده ابويا وامي. ايه؟ ابوك وامك؟ انت رايح فين؟ اقعد يا تجري؟ باشا. ما اللي زيك لازم يجري. ازيك يا شوشو؟ ازيك يا حبيبي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ طمنا عليك. عامل ايه في حياتك كده؟ هو انت عارفه بقى البيت والعيال ووش وجع القلب ده الواحد عايز يخلص منه بصراحه، بس مش عارفين بقى. ربنا يقويك. المهم احنا هنفضل كده نتقابل في المداري كده. هنعمل ايه طيب؟ انت ليك ظروفك وانا ليا ظروفي. ما احنا الظروف دي ممكن نعالجها بحل حلو قوي. الحل ايه بقى؟ طبعا انت بالنسبه لظروفك انت الاول، يعني انا انت عارف ان انا مش عايزه اتجوز عشان المعاش ما يتقطعش من عليا. ما هو الحل اللي انا جبته بقى مناسب ليا وليك، حل وهعرضه ايه؟ عليكي دلوقتي عشان لو موافقه ننفذ ونخلص. حل ايه؟ طبعا انت عارف ان انا متجوز، ايوه. فطبعا مراتي مش عايزه تعرف ان انا اتجوزت جوازه تانية، وانتي لو اتجوزت جوازه تانية المعاش اللي انتي بتاخديه بتاع المرحوم هيتقطع، ايوه. فاحنا ولا ضرر ولا ضرار. احنا ايه رايك نتجوز عرفي منه؟ في الجواز في السر مراتي ما هتعرفش، والطرف التاني انتي معاش بتاع جوزك هتاخديه زي ما هو، وورقه كده هتتكتب بين انا وانتي ونتجوز، وانت عايشه مع اهلك زي ما انتي، وانا قاعد مع مراتي وعيالي زي ما أنا. فايه رايك نجرب ونشوف الدنيا وبعد كده يعدلها ربنا. ماشي. ايه يا رشا؟ يا بابا. الواد سامي ابن الست اللي قدامنا دي جالي مرتين تلاته عايز يتقدم لك بعد جوزك ما توفى، وانت رافضه مش عارف ليه. يا بابا ما انت عارف بقى انا مش بفكر في موضوع الجواز. ليه يا بنتي؟ في ايه؟ انت لسه صغيره يا راشا يا حبيبتي، الحقي خدي شبابك يا بنتي، هتخلفي لك هتتعيل وتبقي ما شاء الله معاكي عيال. انا مبسوطه ان انا قاعده في وسطكم كده وباخد المعاش بتاعي بالدنيا كلها. ما ينفعش يا بنتي. معاش ايه وزفت نهار ما إيه اتجوز بس؟ المعاش يتقطع. ما يتقطع يا ستي، لازم عيش تتجوزي يا حياتك. حبيبتي. لا مش كل واحده جوزها مات تدفن نفسها، ولا كل واحده طلقت تدفن نفسها. يبقى انا عندي معاش بقبضه واتجوز واحد يتحكم فيا والمعاش يتقطع. هي لا كلها إله فلوس يا إلا بنتي، الله. وعشان الفلوس. ما هي الفلوس دلوقتي اللي بتعيشك. لا يا حبيبتي. ولا لازم في تتجوزي. حاجه معينه في دماغك وخايفه تقولي؟ لا لا، يا هو مبسوطة. عشان خاطر احافظ على المعاش بس، مش عايزه كده اتجوز. مش في الكلام ده يا حاج، ما تقولش الكلام والله ده. عارف ان انت غصب عني. هي بتروح فين ولا بتيجي منين يعني؟ ده بتروح لصاحبتها وتيجي على طول. يا راشا نعم يا ماما. فكري يا بنتي، الواد ده ما شاء الله، ده بيقولوا واحد كويس واهله ناس محترمه يا كده بنتي. كده ما بقبلوش اصلا البني ادم ده، فسيبيها على دي كام الله. واحد على كده يا راشا؟ خليها تيجي بظروفها لحد انا ما استريح. سنه على سنه هتلاقي نفسك في سننا وترجعي تندمي وتقول يا ريت. انا قاعده في خيركم واحنا أهو. مش عايشين لك يا بنتي. ربنا لا يبارك حول في ولا عمركم، قوة انا إلا عايشه في خيركم اهو. لا بنتك دماغها صعبه قوي قوي بجد وعناديه يا طب حاج. والحل ايه بقى؟ انا زهقت. عن اذنكم عايزين نفرح بيكي يا راشا. هخش بس. هو انا كل ما نيجي نكلمك في الموضوع ده تسيبينا وتمشي يا ما انا رشا؟ يا بابا مش عايزه احرجك اقول لك لا، وانا انت عارف الموضوع مش قابله خالص. مش قابله خالص؟ لا. افتكر الكلام ده كويس. ماشي يلا اتفضلي مع ما السلامه. تندمي يا بنتي على الكلام اللي احنا بنقوله لك دوت. ربنا ما إذنكم. يجيب ندم يا ستي. معاك. انت دي ما بتشوفهاش تكلم حد بتليفون ولا اي حاجه، هي في حاجه خالص بنتك ديت. استغفر ازاي الله. البنات؟ مش عارف. ربنا يهديها ويصلح حالها. يا رب. بكلم صاحبتي على الواتس. جدع والله، سلي نفسك كده. بابا جه اهو. تعرفي الزغراتي؟ خير يا بابا. رشا ريشو. قلت لك قبضت مكافاه ولا حاجه. مكافأة طلعنا تعالي مصيف؟ بوسي يا بنت. هتطلعنا مصيف؟ بوسي الاول انت وهي. نبوس ايه؟ قولي قولي الاول واحنا نبوس. هتطلعنا مصيف؟ جبت لك حته دين عريس. انسي خالص المعاش والزبط والكلام اللي بيتكلموا فيه ده. مين يا حاج قول لي؟ عارف الواد عمرو ابن الحاج حسين صاحبي اللي كان قاعد في السعوديه بقاله 15 ده سنه؟ ما شاء الله، ده بيقولوا عليه حاجه تانية. جه بقاله اسبوع وامه ماسكه ودنه رشا 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 رشا. ده ما اتجوزت خالص. ده جالي الشغل. ادعي لي. هو انتوا بتغنوا وتطبلوا على بعض؟ انا قلت لكم مش بفكر في موضوع الجواز ده خالص. لا حسين ما فيش تعيب خالص ولا في اي حاجه غلطه، وجاي من السعوديه معاه ما شاء الله على قلبه. اتفلقي. اقسم بالله ما انا جايب لك سيره الجواز ده تاني. يعني ايه؟ بس لو كسفتيني يا رشا مع الناس دي والله سنه ما خاطب بالسنه طول عمري. يعني ايه يا راشا؟ يا ماما انا قلت لك مش عايزه اتجوز،
وانتم مصممين تجوزوني ليه؟ طب انا قاعده معاكم. هو في ايه؟ انت خايفه من ايه؟ في حد في حياتك مش عايزه تقول لنا؟ يا بابا ما فيش حد، قلت لك انا مستريحه كده ومبسوطه كده. بابا ده المعاش بتاعي يعني كده تقعدي ومبسوطة ارمله كده يعني؟ وبعدين لا بنتك بجد زودتها قوي يا حاج. بقول لك ايه يا رشا، نعم. من اللحظه دي مالكيش كلام معايا لو رفضت العريس ده. انا مديكي فرصه لغايه الصبح، رديت عليا بالقبول، اهلا وسهلا. بصي اللي ما تحلميش بيه كله هجيبهولك. ده ملوش دعوه بده. البنات تتمنى هو انا الحسين عشان ده. رافضه العريس ما اكلمكش ازاي يعني يا بابا؟ يا ستي كسبتينا ده 100,000 واحد يجي لك، انت فاكر نفسك مين؟ يا بابا سهير رمزي، انا مش عايزه اتجوز، فاتن حمامه. وانا عشان مش عايزه اتجوز خلاص براحتها أبقى براحتها فاكرة يا نفسي حاج، حاجه خلاص، يعني. براحتي عنسي يا بابا انا اقعدي زهقت جنب بقى، امك. زهقت يلا يا شيخه، والله. عرفتينا في عيشتنا. في إيه؟ انا مش مستريح للموضوع دوت. يعني هيكون في حاجه ما اعرفش. هي عشان المرحوم الله يرحمه بتحب. بتحبه؟ خلاص تروح له وتريحنا. خلاص بقى. المعاش اي واحده بقى يا يا قلبي وحشتني. وانت كمان تعمل ايه؟ ايه الغيبه الطويله دي؟ اسكت سيبني في حالي عشان متضايقه. ليه بس؟ ايه اللي يضايقك؟ كل شويه في البيت يجيبوا لي عريس، اوه. وابويا شدد عليا شده محترمه، واخر واحد بيقول لي، بقوله طبعا عشان المعاش وكده، بيقول لي يا غني وانت كده مش هتحتاجي المعاش، ولو ما وافقتيش عليه هقطعك ومش هكلمك تاني. لا ما انت هتعملي ايه في الموقف ده؟ انا كل حاجه بقول لهم لا، هعمل ايه طيب؟ اثبت على كده، ما ينفعش اتلككي بالمعاش اللي انت بتاخديه من المرحوم. هيتقطع. وجيت لو اتجوزت اي حد تاني دلوقتي المعاش ده هيروح. ما تجيبلهمش سيرتي انا خالص دلوقتي. اوعى تقولوا ان احنا متجوزين عرفي. لا طبعا اقدر اقول حاجه زي كده، ما اقدرش. اثبت على كلامك. ماشي فكك بقى، نقضي اليوم مع بعضينا بقى. ماشي يا عسل. تاكل ايه ولا تشرب ايه؟ هقوم انا بقى اخش المطبخ اعمل لك اكل. طيب من زمان وحشني اكلك. ماشي يا عسل. ماشي جميل. مالك يا رشا؟ مش عارفه عندي مغص في بطني كده جامد. من ايه يا حبيبتي؟ مش عارفه. طب انت كلتي ايه اللي عمل لك المغص ده؟ ما اكلتش حاجه. على فكره انت بقالك فتره كده مش عاجباني يا رشا، ووشك بيدبل كده يا بنتي، ما اعرفش انت في ايه مالك. يمكن عندك التهاب في المعده ولا حاجه ولا قولون. اكيد لا هاخد إله إلا مسكن ابقى كويسه. طب اجيب لك اي حاجه، اعمل لك شويه نعناع طيب؟ شكلها امال ايه يا بنتي؟ طيب برد في معدتي، اعمل لي ابوك جه. قلب لي معدتي كده، ماليش السلام نفس أي عليكم. حاجه. وعليكم السلام. يا رشاريشو تعبانه وعماله تقول لي بطني ومش قادره، ليه؟ وبقالها كفر فتره على الشر. كده ما بتاكلش ولا بتشرب. ليه؟ انا ما اعرفش مالها البنت مفيش دي، اكل في البيت؟ وعماله تدبل ما اعرفش. لا اله الا الله. زعلانه من حاجه؟ حد مضايقك في شغلك ولا حاجه؟ بقول لك قولون ولا حاجه. يمكن واخده برد في معدتي بس. يلا هدور العربيه على ما تجيب تلبسه وتيجي. يلا لا مش والله مستاهله. اوديك الدكتور. لا دكتور ايه دكتور؟ انا مش مستاهله. مش هيعرف انام. لا والله ايه يا والله رشا في ما ايه يا أعرف بنتي؟ لا مش مستاهله يا ما ماما. ينفعش برضه كده. حد عنده برد في معدته يخش. ايوه روح اكشفي. للدكتور. لا مش مستاهله. هجيب لك الدكتور هنا. ما انا مش عارف انام وانت بتعلمي، انت بنتي الوحيده. دكتور انا لا يا بنتي عشان خاطر النبي انت قومي بس يلا كده معانا لا يلا. عشان خاطري هندور العربيه على ما تيجي. مفيش ده دلع بنات. انا ما بحبش اروح الدكاتره، هاخد مسكن ابقى كويس. مسكن ايه يا بنتي؟ بالك كام يوم على كده؟ يا ماما مش قادره، ولا بتاكلي ولا بتشربي؟ مش قادره الله اتكلم. الله انت عندك هذيان ولا ايه؟ لا هندور العربيه بسرعه. هي معدتها تعبانه. يلا. معدتها تعبانه. ماما مش عايزه اروح للدكتور. يلا نركب العربيه بتاع ابوك حتى يا ماما بالجلابيه مش دي. مستاهله والله. يلا يا حبيبتي يلا يا بنتي قومي بقى يلا يا راشد. يلا ابوكي عشان ما يزعلناش نزل. خشي يا حلوه يا فرحانه. خشي اللي حطيتي راسك في التين. خشي خش عليك عزرائيل. رزق جنب امك. ليه كده يا راشد؟ عار جبت لنا العار. مين دوت؟ مين يا بنتي اللي ضحك عليك ردي؟ انا بقى فرحان لامامها وخلانها والدنيا. بنتي وبنت حطت راسها في التين. اعمل ايه يا ربي؟ ردي مين اللي عمل دي؟ اللي ضحك عليك يا بنت؟ يا بابا مفيش حاجه زي كده يا بابا، ما تقدرش كده. ليه؟ هو الدكتور ولا شعر اللي احنا شفناها دي ايه؟ طب اقول لك على حاجه يا بابا. ايه العار اللي جبته لنا ده؟ ليه عملنا فيكي ايه؟ جبنا لك جوازه كتير وجبت لك ناس كتير أنا وتقولي لا. من كل زي ما شويه انتوا فاكرين يعني. جايب لك عريس، جايب لك مليونير، وانت لا لا وابوك يقول لك في حاجه واتريكي ولا دايره على لا. حل لشعرك. انا ماسكه خلاص بنتي. يا بابا خلاص. انطقي لحسن اخلص عليك. انا متجوزني حيوان مين ده؟ ايه؟ متجوزني على سنة الله ورسوله.
متجوزه من ورايا ليه يا مالكيش رشا؟ اب وام؟ احنا متنا يا بنتي. متجوزه بقى انا ما ايه بقى؟ عملتش حاجه غلط، انا متجوزه رسمي ولا عرف ولا بتيرة على دماغك ودماغ عالي؟ انا متجوزه مين هو ده؟ عشان المعاش ما يتقطعش. الله يخرب بيتك على بيت المعاش، على بيت اللي عامل المعاش، على اوعي بقى بقى المعاش بقى. عارفي يعني ايه؟ تسوي سمعتها عشان خاطر وعشان هو كمان المعاش؟ متجوز. كمان يا فضحتنا قدام هو الناس. كويس والله يا ماما، محترم. لو محترم كان دخل من الباب. ما عشان هو متجوز وانا قلت له عايز اخد المعاش. ما انا معاش. متجوز بقى. بص يا اصل انا مراتي مشلوله، عندها ورم في رجليها، محوله، يقعدوا يطلعوا الكلام ده على مدحك على هلا وياخد منه اللي هو عايز. بقول لك ايه، الواد دوت تتصلي لي عليه دلوقتي حالا، اكتمي وتجيبوه لي دلوقتي. اقول لك شوفي كنتوا بتتقابلوا فين وقولوا له يجي لك عشان اروح استنى انا يبقى هي وامك. صاحبتها اللي بتروح لها كل شويه. صاحبتها ذكر. صاحبتها اللي بتروح لها. بص عليك وعلى تربيتك تربيه ليه يا ناقصه. بنتي كده؟ قومي خدي الزفت اهدى بس التليفون. اهدى. اقسم بالله اقسم بالله هموتك. الجيران الجيران هيسمعوا من المعروف بتاعتنا بجراجل. بتاعتنا بجراجل. الله يسامحك. يسامحها تسلم. يسامحها ده ربنا يشيلها. انا عارفه ان اللي هو مش عملته هيجي ولا فينا. هيعبرك. وانا كل يوم مشغول. اخش اتصل بيه. اتصلي. اقسم بالله انا اجيب الجزمه واقطعها على راسك. يلا يا بنت وافتح السبيكر عشان اسمعه. تري صايع قايل قال هم بيلموا كنز هو في الشارع. يضحك عليها هي وخدها وش في كده. شقه وده الله اعلم عمل ايه. اكيد طبعا. وانا امال واثقه هتعمل بنتي. عامله السودا دي فين؟ في خرابه؟ بقول الا بنتي. الا بنتي ما تعملش الحاجه الوحشه دي. يعني انت هتسيبي موسى يطلع فرعون. فقدت ثقتي فيك يا راشد. اخص عليك وعلى ايه ما تربيتك. ردش عليكي صح؟ ما هو عشان مش متعود اتصل عليه في وقت زي ده. ما ردش ما هو مراته. برنس مراته. متحكم ويحط رجل على رجل انا قلبي وقف. ضغطي عالي. وانا شعري وقف. البيبي يا اختي البيبي. البيبي يا اختي. طبطب عليه يا اختي. هتبقى جدي يا حاج ناجي. جدي بالحق. هتبقى جدي يا حاج ناجي. ايوه يا محمد، ينفع قبلك؟ معلش عايزك في حاجه مهمه كده. لا في الجنينه اللي انا شفتك فيها قبل كده. طيب ماشي، في نفس الميعاد. ماشي ماشي يا محمد. خير 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 ان شاء الله. هقول لك على حاجه بس. ماشي مع السلامه. يا قلبي يا لما يقف يا راشد. اخزى عليك يا راشد. بنت ما فكرتيش في النونو ده؟ ها هيرضى يكتبه باسمه ولا هيطلع يا عيني صايع ملوش اهل ونقعد بقى نحتاس ومش لاقيين نكتبه باسم مين وبعدين يتكتب باسمي وتبقى مصيبه سودة. ولا نمشي بيكي في الشارع ونقول هنقول ايه؟ رد عليا. قال لك ايه العيل دون؟ هو كويس محترم. هو عارف انك حامل؟ لا. كمان؟ طب افرضي بقى الست هانم قال لك لا ما عرفكيش. هيخلع. ها دي ورقه بتتقطع. ما فكرتيش في اللحظه السوداء دي؟ ما فكرتيش في يوم امك وابوك هيعملوا ايه؟ اخنوقك. خلاص يا بابا، خلاص يا بابا. خلصت روحك. يا راشد حط وشنا في الارض يا بنتي ليه كده؟ حرام عليكي. هو حر. حر. يا بجحتك. انت يا ترى بتقابليه هنا ولا بتقابليه فين ان شاء الله؟ في جنينه الاسماك. هو النونه اللي ببطنك. خلاص يا امي بقى، ما قلت لك ان هو متجوزين. متجوزين. وتعمل له دقه سمك وتسهله له. شوفي هيعترف بالنونه ولا هيعمل ايه؟ اما نشوف شغل الشوارع. السلام عليكم. في يا رشا؟ وعليكم السلام ورحمه الله بعتيني وتيجي وبركاته. مين دول؟ ده ابويا وامي. ايه؟ ابوك وامك؟ انت رايح فين؟ اقعد يا تجري؟ باشا. ما اللي زيك لازم يجري. خير يا رشا، في حاجه ولا ايه؟ خير يا اسمع عم. يا ابني، انا جاي لك دلوقتي عشان نحط النقط على الحروف. مش جايين نتحاسب ولا حاسبك على العمله السوداء اللي انتوا عملتوها ده، ولا كنتش عايز اشوف وشك. عملت انا سودا إيه جيت بس عشان خاطر حاجه واحده. وهي ملهاش اهل عشان تتجوزها من ورا اهلها؟ سيبك من الكلام ما ده جيتش ليه كله. واتكلمتي مع اهلها؟ احنا متجوزين على سنه الله ورسوله. حلو. ورا عرفي؟ ايوه، ايه المشكله؟ طب يعني؟ والواد على اللي في سنة الله بطنها ورسوله. ده بقى نعمل فيه ايه؟ ايه؟ رشا حامل. انت حامل يا رشا؟ بجد؟ اقسم بالله ما بهرجش. ايه ده فرحان. وانا بهرج؟ استنى. ده احلى خبر سمعته في حياتي. ايه؟ يعني انت فرحان؟ اه طبعا فرحان طبعا. اذا نكتب رسمي. نكتب رسمي؟ سيبك من اي ظروف عندك واي مشاكل عندك. تقول لي مراتي عيانه، مراتي مكسحه، مراتي ما بتريحنيش. انا بنتي لازم يتكتب عليها رسمي.
ودلوقتي عشان البيبي اللي جاي هيتكتب ازاي؟ مش لازم يبقى فيه ورق؟ انت حامل بجد؟ حامل؟ الله اكبر. طيب بس يعني موضوع الرسم ده ما ينفعش طب يتأجل شوية عشان هيحصل مشاكل كتير. ولا دقيقة. بيهرب اهو يا حاج. ثواني بقى، ثواني يا تومي من هنا. اسمع، مش هنقوم من هنا الا من هنا على المأذون على طول. هو اي نعم كتابة الرسم دي طبعا هتعمل لي مشاكل كتير مع مراتي وبيتي وكده واهلي، بس انت عارف ان انا متجوز وعندي بنتين، خلفتي بنات. وانت مش عارف ان دي كانت متجوزة وجوزها توفى والهانم حامل؟ الناس يقولوا علينا ايه؟ مش دي مشاكل برضه؟ أيوة. ولا انت مصلحتك انت الاول؟ وانت خايف على مشكلتك مع مراتك ومش خايف على البيبي اللي جاي في الطريق دوت؟ لا والله انا فرحت والله. وسمعة أنا حامل بنتي. والله. لا فرحت بجد. ده يمكن اللي في بطنها ده يكون ولد كتب باسمه ويشيل اسمه. وقدر بنت ما تتكتبش باسمك؟ برضه لا على اللي يجيب ربنا لا، لو كله جت بنت كويس. زي ما بيشتكي من مراته عشان بتجيب بنات هيتجوز واحده ثانيه ويضحك عليها وكده. وقالوا ما جرب. لا انا بحب رشا بجد وعمري ما هتجوز عليها ابدا، بس خلاص ماشي. دلوقتي انا هقابل المشاكل كلها عشان خاطرك انت يا رشا، ونكتب رسم ان شاء الله، والولد اللي في بطنك او البنت ان شاء الله اللي تيجي اكتبها باسمك ماشي يا محمد. ان شاء الله. وانا مش مهم عندي كويس. المعاش. لما انت أما كويس نقرا كده مع بعض. وبني ادم، ليه ما جيتش من باب كده على طول؟ ما انا عشان سببين، السبب الاولاني انا متجوز وعندي عيال ومش عايز مشاكل، والسبب الثاني هي بتاخد المعاش بتاع جوزها المرحوم فكان هيتقطع، فده السبب الرئيسي ان احنا كتبنا مع بعض. لو كنت ورقة جيت عرفي لي من يعني. الاول خالص كنا اعلنا قدام الناس، حتى لو هنكتب عرفي، بس حتى البنت لما بطنها بانت كده ما حدش ياكل وشنا. بس انت خفت على نفسك وعلى مراتك وبناتك، ودي تتفلق تاكل قطران هي وامها وابوها. لا طبعا لا ما يهونش عليا. انا عايزه اقول لك اللي انت عملته ده اكبر غلط. اللي عايز يتجوز بيخش الباب من بابه مش بيبص من ورا. صح. ما بينطش من الشباك. اللي انت عملته ده غلط. اقرب مأذون هنا فين يا ابني؟ معايا العربيه، تعالوا نطلع نشوف اي مأذون ونكتب رسم. يلا بينا. يلا بينا. طب مش نتفق يا حاجه؟ مفيش قايمه مفيش حاجه ولا كتابه خلاص؟ انا عينيا ليها وان شاء الله ما تقوم بالسلامه تكتب نشوف العيل اللي جاي واكتبه باسمي وعينيا ليها اللي لا يا حبيبي قبل لم الدور على المأذون منحل تكتب قايمه المشكلة. لبنتي الاول ما اللي تبطش انتوا بعد كده. عايزينه. لا هي اللي انتوا عايزينه الدور اعمل. على منحل المشكله. ما اتحلت المشكله، القايمه مع المأذون حاضر يا حماتي حاضر. بس كده. ينفع اقول لك يا ماما؟ طبعا. طيب يلا. مبروك يا راشا، مع اني كنت مبروك. زعلانه منك ومش طايقاك. على فكره انا راجل محترم جدا على فكره، واضح مش واضح. يعني موظف ومرتبي كويس بس جدا وما غلط. كنتش محتاج لمعاشها، بس هي اللي مسكت فيه وقالت لا مش هينفع نتجوز رسمي عشان المعاش ده يتقطع، جدع كويس بس غلطت. وانا قلت لها برضه مش هينفع نتجوز رسمي عشان مراتي وعيالي، فهو الظروف جت كده. هنعتبر الموضوع خلص. يا حاج اكنها غلطه. ممكن اطلب منك طلب صغير؟ قول. ازغرط والنبي ازغرط. زغرتي يا حماتي. بنتي اتجوزت. مبروك يا راشا. هي ما كانتش هتتجوز يعني، ما كانت هتتجوز. كانت واقفه ارابيزك. طب يلا طب نطلع يلا 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 بينا يلا. مبروك يا سيدي. بص يا رشا، انت ربنا بيحبك عشان احنا ناس غلابه انا وامك، ومحمد طلع بني ادم وانسان كويس ومحترم، وده نادرا طبعا. تخيلي بقى يا رشا ان لو ده الواد ده طلع صايع بالعيال الصيع دول، ضحك عليكي وخد اللي هو عايزه وقال لك ما اعرفكيش وورقه وتقطعي، كنا هنروح فين ونيجي منين انا وامك؟ وانت كان وصمتك ايه؟ انا وامك ربنا افتكرنا. دلوقتي طلع فين باللي في بطنك لو طلع هو قليل اصلا؟ معاك حق يا بابا، ردي. معاك حق. عشان يا ابني اللي انتوا عملتوه ده اكبر غلط والله، كده غلط. إيه، مفيش احسن من الحلال وقدام اهلها وقدام الدنيا كلها. ولازم مراتك تعرف يا حبيبي، لازم مراتك تعرف. ما انا كده خلاص هعرفها بقى. المشكله بس في امها. ترضى بالامر الواقع ترضى مش يعني واحده غلبانه زي دي برضو انت ما فكرتيش فيها يعني؟ جه قال لك مراتي تعبانه عامله مش مريحاني، تقومي تبني سعادتك على تعاسه واحده تانية. افرض انه كان بيكذب عليكي ومراته مش تعبانه ولا حاجه، على ما يضحك عليكي كان وضعك يبقى ايه؟ هو احنا غلطنا فعلا انا وهي، مش هي لوحدها، ان انا وافقتها كمان على حاجه زي كده. يعني انت بتتأني بنفسك؟ انا غلطان. الواد ده ابن حلال وهيكمل معاكي وهيسعدك ان شاء الله. بس لازم يا حاج يعرف مراته. اكيد طبعا. هعرفها. احنا دلوقتي قدام امر واقع. مراته خلاص. يلا الف مبروك يا ولاد. الله يبارك فيك. طبعا عندكم مكان ولا تقعد بيه عند مراتك؟ لا، يعني لا. امال كان بيقابلها فين يا حاج؟ نأجر شقه ودي ان شاء الله نعيش فيها. وانت مؤقتاً موافقه طبعا. يعني لحد موافقه ما غصب ربنا عنك مش بمزاجك. لا يا بابا والله محمد كويس وانسان محترم، وده نصيبي بقى. بس في حاجه تانية بقى يا جماعه،
كون ان واحده زي دي تعمل حاجه زي دي هي او غيرها عشان خاطر المعاش، الله ينعل ابو المعاش اللي يخلي راجل زي يحط راسه في الطين انا والست دي، وهي كمان سمعتها. نفترض ان انا طلع عليه الاصل وضحك عليها، كنا عملنا ايه؟ صحيح. مم. في ناس كتير بتقع في المشكله دي، في ارامل ومطلقات بياخدوا معاش ومش عايزين يتجوزوا رسمي علشان خاطر المعاش ما يتقطعش. وده اكبر غلط، يعني ممكن يرميها في يوم من الايام وتبقى ببطنها حامل برضك، يعني انت كده ارتكبتي جريمتين مش جريمه واحده. ما ينفعش. فكري، بابك مفتوح للي يخش اهلا وسهلا، مش من ورا اهلك، لا لازم اهلك يبقوا عارفين. مش عشان خاطر الفلوس نحط راسنا في الطين. رسالتنا في الفيديو، يا رب تكون الفكره عجبتكم. ما تنسوش الشير واللايك، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.